المغاربة الحرار، تحية لكم من أخوكم الريفي العياشي وعاشا الملك. أما كاين غير عاشا الملك، اللي بغانا هكذا مرحبا، واللي ما بغاناش هكذا تا هي مرحبا. الفراعنة هادوك الدنيا. غيبان حداروا انقلاب على حسني مبارك، موراها السيسي دار انقلاب على داك مرسي. دابا الشعب عرفتوا باش راه كيطالب الشعب المصري، ما عرفتوش علاش، بكثرة المعاناة والازمات اللي دخلهم السيسي فيها. اجي تشوف باش راهم كيطالبوا اي اما كان غير ارحل 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 ارحل. يا راه المغاربه فرقعوا لنا معاكم ديك لايك، فرقعوها وعطيونا البارطاج والتعاليق دوك الزوينه دي على بالكم. واجي تشوف الشعب المصري كيفاش راه عايش فرجه ممتعه. بقول له يا سيسي اتعادل، اتعادل ان الله يعدلك. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا سيس، تطلع على ظهرك يا سيس، تتعزل من البلد دي يا سيس، ما حد يشوف لك شك. يا رب يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. بركة المغرب والمغرب والوقت المكروه، يقعد اعمل بعيد ما نشوف له شك. مش قد الشيله يا ريس، امشي ارحل بقى عرفنا. يا جدعان انا عايز اروح في داهيه، لو في حد يعرف يوديني في داهيه. انا قلت اسمي في اول الفيديو، انا والله بدور على الداهيه ده، عايز حد يجي يجيبها لي، وانا ما بهربش، انا موجود في مكاني على طول. انا تعبت خلاص، ما عادش طايق الشغلانه دي ولا انت طايق الحياه دي. الناس وصلت، انتوا عايزين ناس تنتحر؟ الناس بتنتحر، الناس بتموت نفسيا. سيبوا الناس على الاقل قادره تعيش على المستوى الهباب اللي هم عايشين فيه، وعلى الحزن اللي احنا بقينا عايشين فيه، وعلى الخذلان اللي احنا بقينا عايشين فيه. الناس مش عارفه تكفي نفسها فطار، تجيب فطار. سيبوهم بالحزن اللي هم فيه، ما تزودوش الحزن عليهم. انا واحده عندي 4 عيال، لا عارفه اكل ولا اشرب ولا ادفع ايجار ولا ادفع ميه ولا ادفع نور. مطالب مني اعمل كل ده من 500 جنيه ليه؟ الأزمة تقريبا لسه كبيرة ولسه مستمرة، وشكلنا كده داخلين على أسوأ فأسوأ. ربنا يسترها علينا فعلا، وربنا يعدي المرحلة اللي جاية دي على خير. رجالة مصر اللي خلتهم في بلاد بره يقول عليهم، خلتنا أقول إيه؟ مفيش سيرة غير سيرة مصر وشباب مصر وحريم مصر. ليه؟ مع إن مصر رقم واحد في العالم. مصر كفاية كده وارحل، خلاص سيبها، كفاية. والله العظيم، والله أقسم بالله الشعب كله مش عايزها. كفاية كده، كفاية ظلم، سيبها كفاية. مفيش حد قلبه على مصر ولا بيحب مصر يقول لا. دولة ليها برلمان وليها مؤسسات عسكرية ومؤسسات أمنية خارجية وداخلية، وليها 20 وزارة. حالها يبقى بالوضع دوت وبالشكل ده ازاي؟ بالله عليه، قبل ما يحصل انتخابات لرئيس الجمهورية كان عندنا سكر يكفينا، وكان عندنا رز وكنا بنصدره. ايه اللي حصل؟ راح فين وجه منين؟ عايزين نفهم. نتفرج على التلفزيون نلاقي مصر فيينا، ننزل في الشارع نلاقيها بنت عم الصومال. بالله عليك قول لي ايه اللي حصل وايه الحل؟ الناس اللي فوق اللي رايحين يحتفلوا، لا مؤاخذه رايحين يحتفلوا، جايبين 38 وفد يصرفوا عليهم 25 مليون جنيه، والمواطن الفقير مش لاقي كيلو الرز في الشارع. هل ده يرضي ربنا؟ ده ربنا يوم القيامه هيجيب الناس يقول اين ملوك الارض وحكامها، لمن الملك اليوم؟ نص كلامك، انا اسفه يعني على كلامي، يعني اسفه حضرتك، نص كلامك مش مفهوم، والنص التاني بتحرق دمنا فيه لما بنفهمه. ليه بقول كده؟ لان حضرتك بتخش في كذا موضوع وما بتلحقش تكمل الجمله وهم يسقفوا لك، اللي حواليك بيسقفوا لك. كذا موضوع بتخش فيه. المهم حضرتك ما ينفعش رئيس دولة، ودولة مش قليلة، جمهورية مصر العربية، ما ينفعش تطلع تقول، ما ينفعش تطلع يعني الكلام ده يطلع من رئيس دولة. انا ما لقيتش في بلد هم قالوا لي خدها فلقيتها رحت خدتها. هو ايه اللي لقيتها ومين اللي قالك ومين اللي قالك خدها؟ لا بجد عايزين نعرف مين اللي قالك، هم مين اللي قال لحضرتك تاخدها؟ حضرتك لما انت خدت مصر واستلمتها، لو احنا بقى نقول الصراحة يعني، ما كانتش واقعة، ولا كان في تضخم في الجنيه ولا في الأسعار ولا الدولار.
ارجع 10 سنين كده الدولار كان بكام؟ حضرتك مصر ما وقعتش الا ما حضرتك خدتها. منين كتكون دولة عسكرية وماشي دولة مدنية يعني وفيها النظام اللي كيسيد البلاد كيحترم الشعب وكيقدر الشعب وكيوفر للشعب كل ما يحتاج، اذا فانتظر بحال كما راهم عايشين المصريين من داك الانقلاب اللي داروا على حسني مبارك. اليومين هذا الشعب المصري الحياة ديالو انقلبت رأسا على عقب، ومع ذلك يا المعلم ما تسلكش معاهم. والله ما تسلك معاهم. فهمتي؟ شوف، بلاصه ما تهجم على المملكه المغربيه ملكا وشعبا، بلاصه ما تفرح للمغاربه انهم خسروا كاس افريقيا، ولو ان كاس دوك الكؤوس تاع افريقيا ديالكم كنعرفوهم وكنعرفوا كيفاش خديتوهم في العهد نتاع عيسى حياته. اما اليوم والله ما يقدر دابا شي منتخب مصري ياخذ شي كاس افريقيا او شي كاس نتاع البطوله الافريقيه، والله ما يقدر ياخذ، لان مشى لهم عيسى حياته اللي كان كيخسر اموال ملايير الدولارات باش يجيبوا داك كاس افريقيا. وزيد باش يمشيو يلقاو الحلول ويفكوا المشاكل نتاع بلادهم، مخليين المشاكل نتاع بلادهم وطالقين السم ديالهم على المملكه المغربيه. هانتوما كتسمعوا الشعب، اما كان غير ارحاليه السيسي خليها بارحاليه السيسي. علاش؟ لان السيسي اول ما دار الانقلاب المرسي وحط رجلو في الكرسي نتاع الرئاسه المصريه، بدا كيبني القصور من ذهب، وبدا كيبني دوك قاعه المسرح كيبنيهم من ذهب، وخلى الشعب يتخبط في الفقر والمجاعه. الله يحضر السلام، الله يحضر السلام، الله يحضر السلام. والله العلي العظيم. لان دوله عسكريه، ملي كتكون دوله عسكريه اللي غياكل الدق هو الشعب، اللي غياكل الدق مزيان هو الشعب. وها هما جوارينا يعطيوكم المثال ويعطيوكم الدليل. شوف جوارينا هنا بالبترول ديالهم بالغاز ديالهم، لان دوله عسكريه ماشي مدنيه. الشعب يقف في الطوابير باش يشري ساشي نتاع الحليب، الغبره والماء. الشعب يقف في الطوابير باش يتسنى توصلوا قرعه نتاع الغاز، ويقول لك انا عمي تبون مدوز لي الغاز في الروبيني. انت الماء ما كانش يا خو، غتلقوا لنا الماء باش تدخلوا للطواليط، واحد يقول لك عنده الروبيني نتاع الغاز في الدار. اذا هذه فقط الرد على المصريين اللي خداو كاع هاد المشاكل ديالهم، الفقر، المجاعه، يعني البلاد ديالهم انقلبت راسا على عقب، المشاكل من كل جهه وطريق، وطارقين السموم وطارقين الحقد ديالهم على المملكه المغربيه. الحسن الثاني الله يرحمه قال لك عنده ما تحسدش، عاند نوض. شتي المملكه المغربيه تطورت، شتي المملكه المغربيه ازدهرت، شتي المملكه المغربيه تقدمت، وانت نوض دير بحالها. ولكن ماشي تخلي بلادك غارقه في المشاكل وطارق السم ديالك على المملكه المغربيه. لا، ايوا هنا كيبان الرئيس دوله من رئيس دوله، وهنا كيبان مالك البلاد من مالك البلاد. اذا لا مجال للمقارنه. نحمد الله ونشكر على بلادنا، دائما كنقولها، اللهم لك الحمد ولك الشكر على بلادنا. الامن والامان، السلم والسلام، دوله يعني كتعرف الاستقرار من جميع النواحي. غادي تجي تقول لي الاسعار، غلاء الاسعار كاين في العالم كامل، غلاء الاسعار موجود في العالم كامل. غير نحمد الله ونشكروه ان الفرق اللي بيننا وبين بعض الدول بالبترول ديالهم بالغاز ديالهم، انا كنجي خارج انا الصباح من داري نمشي للحانوت، نمشي للمارشي، كنلقى كلشي متوفر. واحد الناس كيوقفوا في الطوابير، واحد الناس بالبترول ديالهم كيوقفوا في الطوابير كما قلت لك على ساشي حليب، الغبره والماء. ايوا نوضوا المغاربه حمد الله وشكروا على بلادنا، نوضوا حمد الله وشكروه. والواحد كيصلي يزيد يدعي مع بلادنا باش تزيد في الامن والامان والاستقرار والازدهار وما الى ذلك. وهذا الشيء هذا هو اللي راه دول افريقيا حاسدين عليه. عاش الملك، وشعارنا الخالد الله الوطن الملك، وتحيه لاي مغربي حر غيور على بلاده. والسلام عليكم.